السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي الكرام. إن شاء الله هنتعلم موديل نسائي جميل بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة إحنا معانا طول القماش 3 أمتار من القماش. نشتغل هنقص الجزء الأعلى وهو القميص. بنقيس طول القميص 76 سنتي، ونزود قيمة الرافية أو التانية. عرض الكتف 22 سنتي. ناخد سقوط حردة الإبط نفس عرض الكتف 22 سنتي، ونشد خط مستقيم. ميل الكتف 3 سنتي. دوران الرقبة ناخد 8 سنتي. باخد وسع الصدر من هنا حوالي 30 سنتي. بدخل الداخل حوالي سنتي ونص علشان أعمل حردة الإبط للصدر. الطريقة دي سهلة، بنقص بيها الصدر والظهر الاتنين في قصة واحدة. نزلنا حردة الرقبة بالنسبة للظهر 2 سنتي. باخد فتحة الصدر أو السبعة بتاعت الصدر بالشكل ده، طولها حوالي 21 سنتي. باخد سقوط الخصر أو طول الخصر 43 سنتي، وبقيس وسع الخصر وأيضا وسع الهنش بنفس الطريقة. أنا تعمدت في هذا الفيديو إن أنا مكتبش مقاسات، يعني ممكن تطبقوا الشرح على المقاسات اللي انتوا هتشتغلوا عليها بالضبط. وهنا بقيس بنسة الصدر بنفس الشكل كده. بناخدها بنقيس المسافة ما بين الصدرين ونعمل خط مستقيم، وبنقيس من أعلى حردة الإبط كده حوالي 6 سنتي، ونعمل الدوران بالشكل ده. ونخلي بالنا نطلع لقدام شوية علشان طول القصة بتاعت البرنسيسة متطلعش قصيرة عن الصدر. هنا بعمل بنسة الصدر بقيس 3 سنتي، سنتي ونص وسنتي ونص. وهنا بعمل الجيب بتاعي أو مكان الجيب بتاعي بنزل حوالي 5 سنتي، وبعد كده بنزل طول الجيب حوالي 17 سنتي. وهنا بيكون حسب الرغبة، ممكن تخلوه لأسفل الصدر. هنا بنقص، ولو حابين نعمل الديل دوران من هنا بنعمله بنفس الشكل كده، بنزود شوية كده. موديل جميل ورائع إن شاء الله. بعد القص كده هنقفله على المكنة أو نخيطه مع بعض. هنا أنا قصيت مباشرة، المفروض أطلع بالقصة شوية بتاعت البرنسيسة علشان ما تطلعش قصيرة، بس أنا كده أنا مطول في الطول، فطبعا هنطر سنتي واحد من الصدر تحت وهركب، هتلاقي الدنيا معايا تمام. ده الشكل بتاع الصدر. خلي بالكم ان احنا قصينا اهو بنفس الطريقة كده، طريقة التركيب. اقيس الجيرو بتاعي بتاع الكم علشان اطلع عليه الكم. هنا بفصل الصدر عن الظهر علشان اقص السبعة بتاعت الامام او بتاعت الصدر، وافتح هذا الجزء علشان يبقى طبعا الصدر اليمين والشمال. طريقة التركيب هتكون بهذه الطريقة. هنا بقصر الصدر حوالي 2 سنتي كده علشان يعمل معايا قلبة الكتف بالنسبة للموديل ويكون مريح في اللبس. بعد ما قسنا دوران حردة الإبط هنقص الكم على نفس المقاس اللي أخدناه. بنزل حوالي 10 سنتي كده، وهنا بقيس طول الكم. طبعا هنعمل الكم ده بنصف كم. هنا بقيس 16 سنتي. طريقة الكم سهلة وبسيطة، كلنا اتعلمناها في شروحات كتير قبل كده. ممكن عاملين كورس كامل لتعليم الباترون، ممكن تشاهدوه على القناة.
هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل وصف الفيديو، وهيظهر في الآي فوق دلوقتي إن شاء الله. اللي حابب يتابع الكورس ده يضغط على الرابط، أو بعد ما تشاهدوا الفيديو ده ممكن تشاهدوا الكورس المجاني. هنا بقص المسرة الداخلية للصدر، لازم أقصها على نفس الصدر. طبعا هنلزق المسرة دي فازلين أو حشو عشان تدينا ثبات للصدر. موديل رائع وجميل سهل التنفيذ. شوفوا المسرة هنا بنفس الطريقة متطابقة والدنيا تمام. هقص الجيب، طريقة قص الجيب، قست الطول والعرض، وطبعا هطبق الطول والعرض وازود شوية وابتدي اصفي. بعد كده شروحاتنا جميلة وسهلة. نتمنى متابعين الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم شروحاتنا أول بأول. بصفي الجيب بالشكل ده كده، ضمنت إن الجيب يركب معاه تمام ومظبوط بدون أي مشاكل. هنقص الحزام، هنعمل حزام كده برضو، نقيس طول الحزام حسب الرغبة، ونخلي الحزام يكون طويل شوية علشان يدينا أناقة وجمال ويعمل معانا ربطة الفيونكة في الظهر. خلصنا الحزام بتاعنا وخلصنا القص، نبتدي ندخل في الخياطة على المكنة. أول حاجة الجيب بتاعي بركب الخيالة الداخلية بنفس الشكل على نفس الدوران. أي دوران أنا بعمل فيه فرد بالمقص علشان يبقى مريح ما يكونش مشدود. ده فازلين وشين بيلزق على الاتجاهين، بحطه أخيطه بالمكنة وأخلي الفازلين هو اللي أسفل علشان يبقى مريح ما يكونش شادد والدنيا معايا تمام. خلصت كده بالشكل ده، ادوس عليهم بالمكوى ودوست عليهم، شوفوا لزقوا بقى تمام، وفي نفس الوقت ما اظهرش خياطة على الوش. ابتدي اركب الجيب. طبعا انا مدي افراد تحت هنا بالمقص علشان الارتفاع بتاع الجيب يكون مظبوط وتمام، ويكون الارتفاع بتاع الجيبين الاتجاهين يكونوا مظبوط، ما يكونش واحد مرتفع وواحد منخفض. طريقة سهلة وبسيطة كده. الجيب ما شاء الله جميل وأنيق. بخيط الحزام وبعد كده بقلب الحزام على الوش وابتدي اركبه في الصدر بالشكل ده. نقلب الحزام بمنتهى السهولة والحزام الآخر، وبعد كده أدوس عليهم بالمكوى وأبتدي أركب الحزام في مكان الخصر، أعلى الخصر مباشرة. أبتدي أركب قصة البرنسيسة بتاعت الصدر بالشكل السهل ده. وطبعا لازم التركيب الخياطة تكون مظبوطة ومنضبطة، ما يكونش في أي تشريح. بسرفل بمكانة السرفلة، بركب قصة البرنسيسة للظهر بالشكل ده برضو، أو القصة الخلفية اللي بتركب في الظهر. وبعد كده بنعمل سرفلة. دي المسرة اللي احنا لزقناها. ابتدي احط
فازلين. فازلين ده بيلزق على الوشين، وأهم حاجة الفازلين يكون هو اللي تحت، نتركه لأسنان المكنة علشان لو حطيناه فوق واشتغلنا بيبقى شادد شوية، يعمل معانا شكل غير منضبط مش حلو، يشد معانا في القماشة وتكون الدنيا مش تمام. بعد ما سرفلت القماش بقوم بخياطة قصة البرنسيسة بالشكل ده، وأنا بخيط الخياطة تكون على السطر وليس على قصة البرنسيسة علشان ما تتعارضش مع الجيب. ابتدي أركب المسرة في الصدر، ولازم تكون مرتاحة. هنا لو حابب أعمل إيدي المربع بعمل بالشكل ده، ولو حابب أعمله دوران هنعمله دوران برضو. بعد كده بصور لكم الطريقتين علشان تشتغلوا بالطريقة اللي تناسبكم أو الطريقة اللي انتوا حابين تشتغلوا بيها. ده كده لو مربع، تمام. هندوره تاني. ده كده لو مربع هنعمله دوران بعد كده، بس أنا بوريكم الطريقتين. بقلب بالشكل ده، هنعمل بقى الدوران برضو. بصوا كده ده المربع خلاص. نرجع وندور الجزء ده لو حابين نعمله دوران. كده الطريقتين عرفناهم. ندور الدوران بالشكل ده. قد بنت الخياطة برضو دي طريقة تانية لتركيب المسرة. اجي لحد هنا قد البنت، وبعد كده اقلب الجزء ده. اعتقد ان الطريقة التانية اسهل بكتير من الطريقة الاولى. بقدم لكم جميع الطرق في الخياطة والفينش. ممكن تشتغلوا بالطريقة الاسهل والانسب ليكم. بندور بقى دوران المسرة في الاتجاه الآخر. هنا لزقناها، بصوا لزقناها بالمكوى بحيث تلاقوا الدنيا المسرة مرتاحة والدنيا تمام وشكلها جميل، والخياطة مش بتظهر على الوش نهائي. نشوف الشكل النهائي يكون جميل. هنخيط الكتف بالشكل ده، وبعد كده بركب العراقة أو الداخلية اللي بتركب في الظهر. أعمل إفراد بالمقص. أنا بخيط الخياطة دي على العراقة مش على الجسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خيطنا الكتف بتاعنا، بنقيس الجيرو بتاعنا ونعمل فرد في المنتصف علشان نركب الكم. وهنا هنقدم طريقة جديدة، طريقة دقيقة في تركيب الكم. هنركبه على المقفول. هنقفل الأجناب بالشكل ده، والجنب التاني نخيطه بالشكل ده. طبعا مقاس الكم أو جيرو الكم هيكون مطابق لحردة الإبط بالضبط. الكم بيكون أكبر حوالي من 1 ل2 سنتي علشان يركب ويكون في راحة ويدينا قلبة كم من عند الكتف كده تكون مظبوطة وتمام. طبعا أنا بقيس حردة الإبط مع جيرو الكم، لازم يكون في تطابق قبل ما أعمل التركة دي أو قبل ما أخيط الكم بالشكل ده. خيطنا الكم لازم ناخد بالنا إن في اتجاه للصدر واتجاه للظهر. بالنسبة للكم من فوق فتح الفتحات أو أفتح الخياطات علشان تبقى سهلة في المكوى بعد الخياطة.
هنرفي الكم كده أو نتني الكم على حسب طول الكم المطلوب. لاحظوا هنا إن أنا ما كتبتش مقاسات خالص. ليه؟ علشان انتوا تاخدوا المقاسات على حسب المقاس اللي انتوا حابين تعملوا له شرح أو تطبقهم عليه، أيا كان لارج أو إكس لارج أو 2 إكس أو ميديم أو 3 إكس على حسب. نركب الكم بتاعنا، بنحط الخياطة كده بتاعت الجنب وأدخل الكم من الداخل، ولازم أخلي بالي إن في اتجاه للكم للأمام واتجاه كم للظهر. أركب اليمين الكم اليمين مع الكم اليمين والكم الشمال مع الكم الشمال. طريقة الكم دي يعني ممكن للمبتدئين يلاقوا صعوبة شوية في الأول، لكن هي طريقة جميلة جدا ودقيقة جدا، وبتخلي شكل الكم يكون مظبوط بدون أي مشاكل. نركب الكم، ولازم الفرد في منتصف الكم يتطابق مع الفرد في منتصف حردة الإبط. خلصنا تركيب الكم، هندور بالسرفلة ما شاء الله. ده الشكل النهائي، شغلنا تمام. هنركب الكبسونة هنا. الكبسونة دي هتكون داخلية، نركبها بالإبرة كده علشان ما تظهرش على الوش. موديل جميل سهل، شكله حلو. طبعا لو ألوان مختلفة هتلاقوا الموديل تحفة كمان، الصورة تبقى أفضل وأوضح من كده. نركب الكبسونة ما شاء الله تبارك الرحمن. ده الشكل النهائي للجيوب بتاعتنا. كبسونة موديل جميل أنيق. انتظرونا فيديوهات كتير مفيدة ليكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس إشعارات على الكل علشان يوصلكم إشعار بالشروحات الجديدة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.